سمرة كان سمرة كلها سمرة يجبان هذا سمرة ما تشوف هاي أختي شخصي بس ما قدامي ما تاخذها جارب يجينا في كان يجي داعش سيد نافي ذاك تشوف نافي ذاك تشوف كانوا تذكرني نافي تمشين عشان الأجداد اجوا عندكم من البداية سقط الموصل هم كل واحد يبيع على واحد كل واحد يبيع على واحد 27 بالمضارب بس مو مضارب هذا ولا اشتقيتي هذا البيت؟ ها؟ ستعطي اليوم ثاني ها؟ تعقل اليوم اختي؟ ذن البنات وأنا ربيتين تبنيتين مثل بناتي والله حال حال بناتي لله قلت هذا مثل بناتي واخذت جابوهن وباعوهن وانا اشتريتهن برقتين ونص الوحدة وعندي نشر اشتريتيهم بيا منطقة نشر قبل 3 سنين يعني بداية دخول اي وهسه انت من تحررتي هم وياك شنو كان موقفك حجي؟ والله الحمد لله مكيفة فرحانة كنت أتمنى ألقى أمهاتين وأشوف أمهاتين سميتيهم؟ زينب سمر هاي سميتيها؟ زينب هاي سمر هاي شو يصير منكم؟ شو يصير منك حبيبي؟ عمو شو يصير منك هاي؟ ها؟ هاي شو يصير منك؟ صير أمي أمك؟ هاي شو يصير منك؟ أمي أمك؟ قواتي أبنيتكم وجماعتي أبسي سالاز كتا خو غريب من دستي داعش هذا بو. نشكر القوات الأمنية الذين حرروا بنتي. هاي صار لي 3 سنوات محروم من عندها، وأشكر جهودهم وأشكر مديرية استخبارات وأمن محافظة نينوى جهودهم الطيبة اللي صار لي 3 سنوات إنه أنا محروم من بنتي، واليوم عثروا عليها وجابوا لي إياها. موقفي تشيك وتكشخ ديتي نوكا يعني خذ قالك كيف خشم. أنا فرحان جدا بلقاء بنتي. اليوم تكللت جهودنا بالعثور على طفلتين أزيديات اختطفتهم عصابات داعش بشهر الثامن 2014، وجتنا المعلومات قبل تقريبا شهر ونص. المنطقة اللي كانوا محتجزين بها كانت بالموصل القديمة، فتأخر الإعلان عنها لحين تحرير المنطقة، وفضل الله وفضل الناس المتعاونين ويانا تم تحديد مكانهم. شكلنا فريق عمل من ضباط جميع مديريتنا، تم التوجه إلى منطقة تواجدهم، واستطعنا أن نخليهم بسلامات إلى دائرتنا، والحمد لله والشكر. تم الاتصال ببعض الأشخاص اللي عرفونا على ذويهم، استدعيناهم وحضروا مثل ما تشوفون قدامكم، والإخوان مجلس المحافظة المخولين رسميا متابعة هذا الموضوع أيضا حضروا، وتشوفون أنتم فرحة أهاليهم والأطفال. يعني للأسف نقول ذولا يعني كلمة إجرام قليلة بحقهم، لأن هاي الطفلة اللي عمرها هسه بحدود 5 سنين هي قبل 3 سنين مختطفة. يعني نشوف الدناءة بالفعل الإجرامي اللي يقومون به عناصر داعش الإرهابية.
واحنا نقول الحمد لله والشكر مرة أخرى، والله يمكننا من العثور على أهلهم والآخرين، ويندحر داعش إلى الأبد بإذن الله. اليوم قام صقور مديرية أمن واستخبارات نينوى بتحرير زهرتين من زهور العراق من أطفالنا الأسرى بإيد عصابات داعش الإجرامية بعملية نوعية. حقيقة كانوا منذ أكثر من شهر ونصف يتابعون هذا الموضوع بسرية تامة، وهم كانوا بأحضان عائلة عراقية شريفة من قبيلة جبور الأشراف، حافظوا عليهم مشكورين إلى أن كانوا بتواصل مع القوات الأمنية إلى أن وصلوهم إلى بر الأمان. نحن بدورنا لا يسعنا إلا أن نشكر أبطال قوات الأمن والاستخبارات الأشاوس، ونشكر كل من عاوننا في هذا الجهد، ولو أنهم نحن أولا وأخيرا جزء من هذا البلد العظيم العراق العظيم. وهذه الغمة إن شاء الله ستنزاح عن العراق قريبا جدا. انتهوا عصابات داعش وسيبقى ديدا العراقيين الشرفاء إنهم أصلاء والكل أهل. أولا بسم الخالق العظيم، بسم الله الواحد الأحد. نشكر القوات الأمنية بكل صنوفه، من مثل ما يقول الشرطة والجيش وقوات الأمن والقوات الآسايش، أي إنسان قام ببذل جهد لتحرير طفلة امرأة عراقية، إذا كانت يزيدية أو شبكية أو تركمانية أو مسيحية، من أيادي الدواعش الإرهابية، فهو هذا شرف العراق والشرف لنا. فنحن باسم المرجعية الإزيدية وباسم سماحة بابا شيخ وباسم سيادة الأمير تحسين بك، نحن نشكر القوات العراقية بكافة صنوفهم مرة ثانية. نشكرهم جميعا لقيامهم بهذا العمل الشريف وهذا العمل الشاق، ودخولهم إلى كافة مثل ما يقول الأزقة الموصلية في سبيل تحرير طفل أو طفلة يزيدية أو من غير اليزيديين أيضا، لأنهم عراقيين. فمرة أخرى شكرا لكم، ونشكر طبعا هاي المرأة العراقية الحجية اللي قامت بحضن الطفلان خلال أكثر من سنة ونصف أو سنتين في بيته، وكان ينامون بحضنه وإنهم يتباكون عليها. يعني فقلنا لهم يعني ولو بالرغم من أنهم كان يعني يجدون فقط اللغة العربية وكان نسوا لغة الأم، ولكنهم هي فعلا هي مرأة عراقية وتعبر عن شرف العراقيات، وإنها لا فاحتضنتهم ليس شيء فقط هو للإنسانية ولخدمة البشرية، وقالت أنا حلفت يمين بأنه بما يوم من الأيام أن أرى عائلتهم سوف أن يكون الأطفال الاثنان أوصلهم لعوائلهم بأمان وبسلام.